عمرك بدأت تاسكاية جديدة كنت حاطط لها مثلا نص ساعة ساعة، وبعد شوية وانت شغال لقيت الريكويرمنتس عمالة تتغير، لقيت في داتا ناقصة، لقيت الوقت عمال يسحب منك، لا ده احنا رايحين ساعتين 3 ساعات، لقيت نفسك عمال تبتدي التاسكاية من الأول أو تعدل فيها حاجات ميجور. لو دي حاجة دايما بتحصل معاك أو بتحصل معاك بشكل مستمر فأنت محتاج تكمل معايا لغاية آخر الفيديو. هنتكلم عن 5 خطوات لو طبقتهم صح اعتقد ان دي ممكن تغير طريقتك في التفكير في المشكله اصلا. مبدئيا بس انا عايز اكد عليك ان انا مش جاي اقول لك طريقه تنظم بيها وقتك او اديك مثلا برودكتيفيتي سيستم او ابلكيشن معين او كده، انا جاي اقول لك على حاجه ابسط واعمق بكتير. المهم انها تكون نتيجتها في النهايه ان انت لما تيجي تشوف مشكله وتبتدي فيها حل تشوفها بشكل مختلف اصلا، وده هيساعدك على ان انت تحلها من اول مره بدل ما تقعد تعيد وتزيد في نفس الحاجه وتلاقي المشكله بتتكرر بعد كل مره تخلصها فيها. اول خطوه هي انك تفهم المشكله صح. من غير الفهم صح فانت شغال زي الفل لكن شغال على مشكله تانية خالص. فالفهم الصح هيقلل يمكن 50% من المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجه انك بدات تشتغل على طول. دي كارثه، ما ينفعش تاخد التاسك تبتدي تشتغل على طول. انت محتاج تقعد تفكر هو ايه الهدف من الشغلانه دي اصلا، ايه رؤيه الشخص اللي حاط لي المشكله في انها مشكله اساسا، هو ليه شايف ان دي مشكله، حتى لو انت شايف انها ايوه فعلا هي المشكله الفلانيه انا محتاج اشتغل عليها، لا اقعد كده مع نفسك، فكر اهدى، هو ليه شايف دي مشكله، حط نفسك مكانه مكان شخصيته اللي انت شايفها قدامك، هو ليه حاط لي المشكله دي على انها مشكله. تعالى كده نطلع شويه نقط تخليك تبقى فاهم المشكله اعمق، مش بس من على السطح حل الحاجه الفلانيه فانا بدات احل الحاجه الفلانيه، لا انا محتاج اقعد افكر عشان افهم المشكله صح. تاني خطوه هي انك تعيد صياغه المشكله بشكل جديد. ممكن يطلع مديرك مثلا طالب منك ريبورت للسيلز مثلا، فاول حاجه هتحصل انك ممكن تتخض او تشوف انه هو عايز ايه من ريبورت السيلز او ايا كان. بس لو انت طبقت الخطوه الاولانيه بتاعت انك تفهم المشكله صح فانت محتاج تعيد صياغه المشكله بشكل يتناسب مع دماغك وفكرك وشغلك اللي عملته قبل كده. فتبتدي تفكر هو محتاج يشوف ايه من السيلز ريبورت ده، هو محتاج يشوف 3 شهور، محتاج يشوف 3 ايام، محتاج يشوف النهارده، محتاج يشوف المرتجعات، محتاج يشوف الحاجات اللي كملت للاخر، محتاج يشوف الليدز الجديده. فتلاقي نفسك عمال تحط نقط جديده في صياغه المشكله بتاعتك، وده هيساعدك بعدين في الخطوات اللي جايه اللي هنتكلم عليها انك تعرف تكمل حل المشكله بشكل بناء، مش بشكل يخليك كل خطوه محتاج ترجع تعيد الخطوه اللي فاتت تاني بسبب التشينج في ريكويرمنت مثلا او الداتا اللي فيها مشاكل وهكذا. الخطوه الثالثه هي فكر في كذا احتمال مش في احتمال واحد. طبعا هي باينه من اسمها بس محتاج اقول لك حاجه صغيره، ان كل ما هتحط احتمالات منطقيه واقعيه بسيطه في ان انت تطلعها وسهله في انها تتنفذ بعدين، هيديك مساحه احسن في ان انت تتناقش مع الشخص اللي طالب منك التاسك في ايه انسب احتمال فيهم نبتدي نشتغل عليه، بدل ما تبقى بتضيع وقت زياده في بعدين انه تخلص الحاجه وبعدين يقول لك لا والله مش ده اللي انا كنت عايزه ومحتاجين نغير كذا، فترجع تفكر من الاول. نيجي بقى عند المرحله الرابعه وهي مرحله البروتوتايب، ودي اكتر مرحله ممتعه بالنسبه لي. المرحله دي اللي بتبتدي فيها تعمل حاجه بسيطه تثبت بيها ان الفكره دي فاليد وينفع تتطبق والنتائج بتاعتها زي الفل. احيانا بيكون في التاسك حاجه كده فيها تحدي صغير انا مش متاكد لما تطلع هيكون شكلها عامل ازاي، فلما باجي اطلبها من شخص ما بقاش متوقع هو هيديني ايه في المرحله الاولى، فببقى مصمم انه لو سمحت طلع لي بروتوتايب من دي. بروتوتايب ده يعني حاجه تخلص في اقل وقت ممكن، اقل مجهود ممكن، اقل فلوس، في النهايه اقدر اثبت بيها الحاجه دي ينفع ولا ما تنفعش، النتيجه هيبقى شكلها عامل ازاي. فدي هتحميك دايما من ان انت لما تعمل الشغل ترجع تعيده، لا انا مش هعيد حاجه، انا وريتك بروتوتايب كان شغال زي الفل ما فيهوش فيه مشكله وبيثبت الفكره وبيحقق الحاجه اللي احنا عايزينها، فاكيد لما تخلص شغل مش هترجع تعيده تاني. نيجي عند خامس خطوه وهي طور وما تصلحش. بعد ما كنا خلاص عملنا وصلنا للبروتوتايب، الحل اتوافق عليه، البروتوتايب تمام، فاحنا هنيجي عند نقطه ان احنا بنحسن الشغل. انا خلاص بسلم التاسك، هتلاقي نفسك وباخد كومنتات ساعتها عادي مش مشكله، بس الكومنتات دي الهدف منها مش ان انت هتعيد الشغل ولا ان انت هتصلح فيه كارثه، انت بتطور حاجات كان فيها شويه مشاكل صغيره. المشاكل دي وارد تحصل وما فيهاش مشكله، لكن لو انت فاهم صح عملت البروتوتايب بتاعك مظبوط الكلام ده توافق عليه، اكيد التطوير اللي هتعمله بعدين هيكون اقل ما يكون، ومش هياخد منك نفس المجهود اللي كان واخده منك الاسبوع اللي فات لما جات لك تاسك واتسحبت معاه في الوقت وبعدين رجعت تعيد وتزيد فيها بسبب مشاكل مختلفه. انا بقى كل ده بحكي لك على نظام يغير طريقه تفكيرك في الحياه عامه مش في الشغل بس. النظام ده بيسموه ديزاين ثينكينج. النظام ده مش معمول للديزاينرز، النظام ده معمول للناس اللي بتفهم قبل ما تتحرك، تبتدي تحلل المشاكل بتاعتها بشكل مظبوط، تبتدي تعرف المشكله بشكل واضح، تحط نفسها مكان العميل، تبتدي تحط حلول بدل ما هي بتحط حل واحد، تجرب مثلا تعمل بروتوتايبس وتاخد عليها ابروفال قبل ما تبتدي شغل. فيا ريت تبطل تصلح الحاجات وتعيد المشكله هي وخليك مركز اكتر في ان انت تغير طريقه تفكيرك في رؤيه المشكله علشان تعرف تطلع ليها حل واضح. ولو في عندك مشكله بتتكرر بشكل مستمر زي ما قلنا، يا ريت تسيبها لنا تحت في الكومنتس، ممكن نتكلم فيها خلال الايام اللي جايه.